اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. مباراة كبيرة وأجواء خاتم جميلة الأنبياء والمرسلين وهذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. محبكم فارس عوضة سيكون معكم في تغطية لمجريات هذا اللقاء، ونلتقي اليوم من أجل متابعة مباراة غير عادية في نصف نهائي كأس العالم، المنتخب الفرنسي في مواجهة المنتخب البلجيكي. الآن الإثارة وصلت إلى ذروتها، المتبقي 4 فرق فقط والتنافس أصبح على أشد بينهم للوصول للمباراة النهائية. من يكمل المشوار حتى النهاية؟ الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق. لا نستعرض مع حضراتكم تشكيلة منتخب فرنسا في مباراة اليوم. هيوغو لوريس يشغل مركز حراسة المرمى، كين بيمبي سيلعب بجوار رافائيل فاران في الدفاع، كانتي سيبدأ مع بول بوجبا في قلب الوسط، وفي الهجوم كيليان امبابي سيبدأ مع أوليفييه جيرو. على الشاشة تشكيلة منتخب بلجيكا، في المرمى يتواجد كورتوا، توبيال دارفيل سيلعب إلى جانب فيرتونخن في الدفاع، يوري تيليمانز سيبدأ مع دي بروين في الوسط، في الهجوم إيدن هازارد سيبدأ مع روميلو لوكاكو. مع وجود امبابي في التشكيلة سيكون هناك أمال كبيرة عليه. عند امتلاك المهارة مع الكرة يكون دائما إضافة داخل الملعب وتأثير على أداء الفريق بالكامل، لأن لديه امتلاك الكرة وأيضا القدرات الخاصة اللي تصنع الفارق من خلال المهارات الفردية. دي بروين وصلت إلى إيدن هازارد. إيدن هازارد الكرة تحت سيطرتهم بعدما تمكنوا من افتكاكها والاستحواذ عليها. كرة سهلة تصل للوريس. ثيو هرنانديز، الله على كرة بينية، فرصة خطيرة لمبابي الآن، كرة بتتخلص بتصدي ممتاز. خرج بالكرة بدون أي ضغط. جيرو، الحارس يحمي مرماه ويمسك بهذه اللقطة. توماس مونيه، هانز فاناكن ياخذ وقت الكامل هنا في بناء الهجمة. بناء هجومي غير مكتمل، غابت اللمسة الحاسمة واللي تصنع الفارق. مبابي يتحرك، مبابي باتجاه عمق الملعب، تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. حسمت الموقف، منعت الخطورة. كراسكو يتوغل باتجاه المرمى. تيليمانز، كرة في المرمى، هدف أول في السيمي فاينل. المباراة تشتعل، التأهل للنهائي أصبح على المحك والأجواء أكثر إثارة. ثيو هرنانديز ينجح الحارس في التصدي. لوكاكو، ما زالوا متأخرين في النتيجة لأنه حارس المرمى. أي لقطة، أي تصدي، كانوا قريبين. بيعدي فيها، بمر، بيعدي. مستحيل! ما الذي يحدث أمامنا؟ بعد التقدم التردد سريعا ليتحقق التعادل. يا لها من مباراة ويا لها من أجواء مثيرة. الله على هذه الأجواء، وهذه هي الإعادة. يا لها من متعة ويا لها من مهارة في المرور من جانب مبابي، وأتى الدور على كيليان مبابي الذي أنهى الهجمة بشكل مثالي عبر تسديدة قوية لم يتمكن الحارس من إيقافها. هدف تعديل الكفة، التعادل إيجابي 1-1.
استخلاص الكرة في مناطق الخصم. توماس مونيه، تصدي جميل من الحارس يتقدم في توقيت مثالي، يفتك الكرة من المهاجم بشكل ممتاز. مساحة على طرف الملعب أمام فرنسا، عرضية إلى جيرو، ممتاز في الضغط العالي. توماس مونيه الآن مع لوكاكو، الحلول أمامه في الهجوم. كراسكو، هكذا تكون التدخلات داخل ال 18. مساحة كبيرة على الطرف أمام جيرو، ينطلق فيها الآن كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. هجمة لمصلحة المنتخب الفرنسي، فرصة هدف لمبابي، ممتاز التصدي من حارس المرمى. والآن فرصة تأتي لمنتخب فرنسا للتقدم في النتيجة من خلال ضربة ركنية. الكرة في المرمى، هدف التقدم، هدف غالي. يضعون قدما في المباراة النهائية. أي فرحة، أي إثارة في هذه اللحظات. نشوف إعادة لكرة الهدف، ركنية ملعوبة بشكل رائع، ومن ثم يأتي الإنهاء الرائع في المرمى براسية جميلة متقنة تحرك الشباك. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضائع. إذن ينتهي شوط المباراة الأول مع صافرة النهاية. يعود اللقاء مع ركلة بداية الشوط الثاني، شوط سيبحث فيه المنتخب البلجيكي عن تسجيل هدف التعادل. ثيو هرنانديز، انطلاقة قوية بثقة كبيرة في التقدم للأمام. كراسكو، تأثير مميز ويستعيد اللقطة. بيمر فيها بيعديه، الله على التصدي من كورتوا. ياني كراسكو سقطت في مصيدة التسلل بصعوبة. كومان، وهنا ينجح في المرور. كرة عرضية ناحية مبابي. انتهت الحكاية وذهب التهديد. تمريرة خاطئة هنا بدون عنوان والكرة بتضيع. هجوم منظم من جانب المنتخب الفرنسي، حاول التسجيل مرة أخرى. شوف حارس المرمى في المكان المناسب، تصدى لهذه الكرة. برافو مبابي في تنفيذ الركنية، تدخل ممتاز من حارس المرمى بعد الركنية لينقذ الموقف. توقيت جيد لاعتراض الكرة. ضاعت الكرة من غريزو. لوكاكو بيحافظ على الكرة. فاناكن
وفي التوقيت المثالي يأتي التدخل وتنتهي الخطورة. ياني كراسكو، تدخل ممتاز هنا، بينية فيها خطورة. بلوك رائع للتسديدة، تدخل واستخلاص لكرة خطيرة، والتمريرة البينية الرائعة. لوكاكو، الله على النظرة، والكرة في المرمى. نجحت بلجيكا، سجلت التعادل، عادت إلى اللقاء من جديد. كرة تعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. تدخل ممتاز من المدافع، يقطع الكرة العرضية، ولا مع تغيير يتم في صفوف المنتخب البلجيكي، والتدخل ينجح في إبعادها. مرتدة ممكن أن تكون سريعة. حلوة اللقطة من مبابي، فرصة خطيرة. لا، الله على هذا التصدي، حالة انفراد في الدقائق الأخيرة، فرصة كانت للتقدم، يتألق حارس المرمى ويحافظ على التعادل. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. كرة عرضية لا تتجاوز أول مدافع. حان وقت الذهاب إلى كرسي الاحتياط بعد قرار التغيير. ينفذ الضربة ركنية بشكل قصير. تلعب العرضية ناحية لوكاكو، إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. تسديدة قوية لكن بدون دقة، راحت الكرة بعيدا عن المرمى، لم تشكل أي تهديد وأي خطورة، كان عليه استخدام حل آخر. فرنسا تهاجم وتبحث عن هدف في التقدم. تصدي ممتاز من حارس المرمى، الفريق ما زال في الملعب بفضل هذا التصدي. في تغيير لمنتخب بلجيكا في هذه اللحظات. رأسية راحت بعيدة، معذور اللاعب. أكيد ليس من السهل بأنك ترسل كرة رأسية باتجاه المرمى تحت كل هذه الضغوطات. 3 دقائق متبقية على نهاية المباراة. كراسكو، صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. جيرو، وانتهت هذه الخطورة بعد هذا التدخل. خلاص انتهى الوقت الأصلي للمباراة. مباراة شاقة ومرهقة ستكون على اللاعبين مع انطلاقة ضربة البداية للشوط الإضافي الأول من هذا اللقاء. يتقدم بالكرة، راح فيها كومان داخل المنطقة، والآن تنتهي الخطورة. كراسكو، هنا بلجيكا تفقد الكرة. ثيو هرنانديز، بينية رائعة هنا. ممتاز كورتوا في التصدي. الكل ظن بأن الكرة في المرمى من هذا المكان. مبابي في تنفيذ الركنية، ولا فرصة لكرة مرتدة. الكرة رمية تماس. إيدن هازارد. هازارد يفقد الكرة الآن. بمروءة يتقدم بالكرة. ماذا يفعل الآن؟ الله على
كان التصدي من كورتوا. ايدن هازارد، عدنان يانوزاي يستعيد الكرة بعد تدخل قوي جدا. جيرو، فرصة للتقدم في هذه اللحظات، كان ممكن أفضل بكثير في اللقطة الماضية. يا الله، الكرة تعود للعب الآن من ضربة مرمى. كراسكو، عدنان يانوزاي، هذه هي فرصة هدف. يا الله، هذه كيف ضاعت؟ انفراد صريح بالمرمى، كان يجب اللعب بهدوء وتركيز وليس بهذه القوة. نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي مشاهد. ينطلق الشوط الإضافي الثاني مشاهدينا، و15 دقيقة أخيرة من عمر المباراة. ميتشي باتشواي، الدفاع يمنع محاولة العرضية. جيرو، الكرة في المرمى، هدف التقدم، هدف غالي، يضعون قدما في المباراة النهائية. أي فرحة، أي إثارة في هذه اللحظات. شوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، لكن المميز في الهدف كيفية التعامل مع ضغط الخصم قبل لعب الكرة في الشباك. أظهر قوة كبيرة في اللقطة. يا لها من دراما هنا في اللحظات الأخيرة. أعتقد الأمور حسمت في هذه الأوقات. ثمان دقائق على نهاية الوقت الإضافي. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. كيليان مبابي، والتسلل موجود في هذه اللعبة. 6 دقائق على نهاية الوقت الإضافي. منتخب بلجيكا يحاول تعديل النتيجة قبل فاجعة النهاية. مستحيل! التعادل القاتل في الدقائق الأخيرة. ينقذون الموقف، يتمسكون بالحلم للوصول للمباراة النهائية. ما زالت في الملعب. أوليفر جيرو، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. عدنان يانوزاي. نحن هنا في الوقت الحرج من المباراة مشاهدينا، وهجوم متواصل من المنتخب البلجيكي بحثا عن هدف الفوز القاتل الآن. فرصة لبلجيكا من خلال الركنية لتسجيل هدف التقدم القاتل. إذا التعادل لا زال يخيم على يتقدم اللاعب لتسديد الركلة الأولى. الله يا فنان، كرة في 90، ركلة ترجيحية، ثقة كبيرة، وداها وين والفريق ناوي على وين. في المرمى، هدف الآن.
الآن يحضر نفسه لتنفيذ ركلة الجزاء. تصدي رائع جدا من حارس المرمى. تنفيذ ممتاز من اللاعب لركلة الترجيح. الله على هذا التصدي. الحارس هو العريس، هو العريس يسرق نجومية اليوم. خلصها من علامة الجزاء. انتهت كل الضغوطات. لابد أن تكون قويا من هذه الناحية حتى تستطيع التعامل مع ضغط التسديدة الأخيرة. إعادة للهدف، ونشوف كيف سدد ركلة الجزاء بروعة ودقة في الزاوية العليا، وقرر واختار وسدد بكل مهارة وإتقان وسجل هدف جميل.